السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شو الأخبار؟ إن شاء الله بخير. كيف حالكم؟ الحمد لله احنا بخير صحة وعافية. اليوم ما شاء الله ما أمطار في دبي، ما شاء الله تبارك الرحمن. إن شاء الله تكون أمطار خير يا رب. اليوم جيت معاكم راح نعمل لكم وصفة مال الشعر لطول الشعر. الكل يقولوا لي انه نحط الميرنا هالوصفة حتى حقي نحطها وتطول الشعر. يعني عندي كذا وصفة. عندي الوصفة الاولى اللي من زمان منزلتها اللي هي فلفل وزيت ارغان وهالاشياء اللي حطيتها مع بعض طول. والحين داومت على هالوصفة اللي هي الاكليل الجبل. عندي قرنفل اللي هو مسمار، وعندي ورق غار اللي هو الرند. في كل مكان في كل بلد شو يقولوا له. راح نحطهم في مي يغلوا حتى يغلي عدل، يعني يطبخ كثير. وراح نحطه في دبة. راح نوريكم انا اوريدي مسويه من قبل. اغسل به شعري، يعني ترشي رشات بالليل بالنهار. انا كل وقت احط، يعني ما فيه ريحة ولا شيء. نحط للصبح، خصوصا يوم اكون ابغي اغسل شعري احط قبل ساعتين ثلاثة واغسل عادي، ولا انام احطه في الليل وانام كأنه ماي ما فيه ريحة. راح نوريكم الدبة اللي حطيتها بالاول. وراح نستعمل الحين، راح نغلي معاكم هذا الورق. ثلاث اشياء نغليهم معاكم وراح تشوفوه. خلوه يبرد ونحطه في قرعة اللي هي دبة. وكل يوم تحطي يعني وتداومي عليه احسن شيء، مش تحطيه مرة ومرتين واثنين وثلاثة وتقولي خلاص انا ما طول شعري. بالعكس اذا داومتي عليه القرنفل، تشوفين دخلي العمي جوجل راح تشوفي فوائد القرنفل، فوائد الاكل الجبل، فوائد الرند اللي هو الغار. خليكم معايا راح نشوفوا الطريقة كيف. وشوفوا هنا الطريقة. راني شغلت الماء، راح ننزل عليه اكليل الجبل والقرنفل والورق الغار. نخليهم يغلوا في اماكن يقول لك يفور، احنا نقولوا يغلي. ونسكر عليه نصفيه نخليه يبرد. وراح نحطه في دبة. يعني كل يوم ترشي شعرك وراح تشوفي الفرق. يعني في شهر تسوي فرق، يعني يصير فرق تكون سنتيم 2 سنتيم 3 سنتيم وحسب الشعر. ونعطيكم معلومة، هذوك اللي يقولوا احنا نقصوا شعرنا يعني الأطراف مشان يطول، بالعكس. شو دخل الأطراف للجذور؟ لما يطول الشعر يطول من الجذور مش من الأطراف. يعني الأطراف نقصوهم مشان ما يكون هذا اللي فوق شو يقولوا لهم، يعني يكون من تحت، لأنه يكون شعر ميت صح نقصه، بس ما يخص الأطراف بتطويل الشعر. اللي تبغي تطول شعرها هاي الوصفة الحقيقية والله تسويها ودايما راح تطلع نتيجة روعة. خليكم معنا الآخر. وشوفوا لهنا بعد ما غلى المي أنا حطيتها في هالدبة. ما عندي مال الخل، كان قبل فيها خل. شوفي المي كيف استوى. يعني أنا كنت حطيتها قبل، هذه الدبة الأولى، والحين نراويكم الدبة الثانية. يعني هذا شو الخليط المي اللي يستوي. وراح كل يوم تغسلي به. شوفي يعني وريتكم طريقة كيف تحطون، وين تحطوه. أي دبة عندكم في البيت، إذا عندكم خصوصا مال الرش. وكل يوم راح ترشوا شعركم وراح تشوفوا الفرق.